وينضم إلينا من كوالالمبور محمد حافظ الخبير بشؤون السدود. أهلا وسهلا بك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك، كيف الحال؟ الحمد لله، شكرا لك. نود الاستفسار عن مخاطر السدود والتي يعني هي موجودة بكثرة في العديد من الدول. ما هي مخاطرها والتي شهدنا يعني أحد الأمثلة عليها في ليبيا؟ أولا خليني الأول أبلغ تعازي لسكان المغرب وأهالي ليبيا للكوارث الطبيعية اللي هم بيتعرضوا لها خلال هذه الأيام. وخليني قبل ما أبدأ برضو إن أنا أرسل رسالة لأهالينا في الجزائر، وخاصة المدن اللي هي على الساحل، تحديدا مدينة الأصنام، واللي هي غالبا يعني فيها بعض المشاكل الزلزالية، ان هم ياخدوا بالهم، لان خلال هذه الايام في تحركات للصفيحة الافريقية ضد الصفيحة الاوروبية الاسيوية. الصفيحة الافريقية طالعة كده والاسيوية نازلة كده، ففي مشاكل في منطقة الخط